السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هعمل معاكم إن شاء الله النهاردة صنف بكمية وفيرة وبربع كيلو لحمة مفرومة بس. هيشرفك بقى في أي عزومة، ممكن تعمليه على فطار العيد بإذن الله، تعمليه على الفطار بتاع رمضان. يعني كمية، شايفة الكمية كبيرة طالعة ازاي من ربع كيلو لحمة مفرومة. طب ما يلا كده نبتدي ونقول بسم الله ونبتدي الطريقة. ده ربع كيلو لحمة مفرومة، هو لسه يعني كده نصه متجمد، يعني لسه ما فكش على اخره. هفكه كده بايدي معاكم علشان ايه، طبعا التكتلات اللي فيه دي. بعد كده هنحط بقى الاضافات، شوية اضافات كده هتطعمه، وكمان هتزود معايا الكمية وتخليه طعمه تحفة. اول حاجة هننزل بيها بصلاية متوسطة، بشرنها وصفينا المية بتاعتها. هنزل كمان بجزراية برضو متوسطة، بشرتها بشر ناعم، برضو صفيتها من المية. الجزر بيبقى فيه شوية مية كده، لما بتبشر نصفيه من المية. كمان معايا معلقة كبيرة من النشا. النشا دي هتربط لي بقى المكونات بتاعة اللحمة بتاعنا، بتاع رول اللحمة بتاعنا، وفي نفس الوقت هتخليه متماسك. هننزل كمان بمعلقة كبيرة من الكاتشب، ودي اختياري، حابة تحطيها حطيها، مش حابة مش متوفرة خلاص ممكن تستغني عنها. بس هي بتطعم لي بصراحة الرول بتاع اللحم. هنحط بقى البهارات: ملح، بابريكا، شوية كزبرة ناشفة، شوية قرفة، فلفل اسود، وشوية من ورق اللوري والحبهان المطحون. من كل حاجة كده نص معلقة بس. الفلفل الاسود والحبهان الحبهان ورق اللوري المطحون يعني ايه ربع معلقة. هنزل عليهم كمان بقى بنص كوباية من البقسماط الناعم. وهنعجن بقى المكونات دي كلها مع بعضها. هتيجي تبص هتلاقي الكمية بتاعت اللحمة بتاعتي اتضاعفت. بس لازم نعجن كويس جدا، ندخل المكونات مع بعضها كويس جدا، ودي حاجة مهمة. انا كنت بعد ما عجنت نسيت احط نص معلقة من البيكنج باودر، دي علشان تخليها لي هشة وطرية وما تبقاش مكتومة. ورجعت عجنتها تاني. ممكن تحطيها انت في اول مع المكونات وانت بتحطيها وتعجني مرة واحدة. بس عشان انا نسيتها فرجعت حطيتها وعجنت تاني كويس جدا. بعد كده بقى اجيب كيس تلاجة، ورق، كيس ستريتش، ورق فويل، ورق زبدة، اي حاجة متوفرة عندك. هنحاول نظبط كده رول اللحمة بشكل مستطيل. انا عايزه بس الكيسه دي يا دوبك، هي احنا مش هنسويه فيها، احنا بس هنديه اللي هو الشكل بتاع الرول. طبعا لقيتها بتلزق في ايدي، قمت جايبه شويه من الزيت ودهنت ايدي بيها، وحاولت اظبط رول اللحمه على قدر الامكان بحيث يبقى متظبط كده وزي الفل. هلفه بقى بالكيس التلاجة، او زي ما قلتلك بستريتش، ورق فويل، ورق زبدة، اي حاجة. المهم ان هو هنلفه علشان يديني الشكل الاسطواني. هنلفه حلو كده ونربطه كده، مش نربطه بس ايه، نحاول نظبط من الاطراف بقدر الامكان كده، ونتني الورق الكيس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هدخلها بقى التلاجة يعني حوالي كده 10 دقايق ربع ساعة، بس على اما تاخد القالب بتاع الاسطوانة بتاعت الرول. او ممكن تسيبيها كده شوية بس تتك عليها جامد لحد ما تاخد الاسطوانة بتاعه الشكل بتاع الرول بتاعنا. هو ده المطلوب من الكيس، مش اكتر من كده، احنا مش هنسويها في الكيس زي ما قلت. بعد كده هنجيب بقى الكيس بعد ما خرجته من التلاجة، قعد حوالي ربع ساعة او اكتر او اقل على حسب وقتك انتي بقى. هياخد معايا شكل الرول بالشكل ده. هو لسه مش يعني مش متماسك، ما تجمدش ولا سقع ولا حاجة، يعني يا دوبك خد شكله. هنعمل ايه بقى؟ ممكن في الحالة دي حطيها على شبكة وتحطي تحتها صينية وتسويها فيها. لو ما عندكيش الشبكة هتحطيها في مصفى زي ما انا عملت كده. وهتجيبي حلة تحت المصفى، هنحط فيها مية. وهنحط في المية دي ايه بقى؟ ورق لوري وحبهان، هنفتحه كده من النص علشان بس يخلي الريحة بتاعة المية كده، البخار بتاع المية هو طالع ريحته حلوة. وهنحط المصفى في قلب الحلة اللي فيها المية، بس بحيث المية يعني ايه ما تتعداش الاخرام او الفتحات بتاعة المصفى، يعني تبقى تحتها. وهنجيب غطا بقى ونكمر
الرول بتاع اللحمة، يعني نحطه كده على المصفى علشان يكمر لي البخار ما يطلعش. طيب لو المصفى بتاعتك يعني أصغر من الحلة، هنجيب فوطة كده ونحطها على الفتحات اللي باينة من الحلة وناخد بالنا علشان ما تلمس النار. وهنخليه كده على نار يعني ايه تحت المتوسطة بشوية، يعني مش هادية، هي تحت المتوسطة. ونسيبها بقى تستوى مع نفسها كده، هتاخد لها حوالي نص ساعة تستوى على البخار بالشكل ده. طبعا انا حطاها على الشبكة على البوتاجاز من فوق، حابة انت تحطيها في الفرن براحتك، بس ممكن تاخد وقت معاكي شوية. هنيجي بقى ال- الصوص اللي احنا هندهن بيه رول اللحمة. معلقة من الكاتشب، حطيت عليها شوية من الملح، شوية من الفلفل الأسود، شوية من ورق اللوري والحبهان المطحون، وشوية من الزيت. هنقلبهم مع بعض كده. طبعا ده رول اللحمة بعد ما استوى معانا، شايفينه عامل ازاي؟ طبعا يعني جوسي جدا، مش ناشف ولا حاجة، مش قاسي، شكله حلو، يعني طري. طبعا الكاميرا هي اللي جايباه غامق معاكم بالشكل ده، بس هو كان لونه فاتح زي ما انتوا شفتوا. هجيبه بقى وادهن بيه الصوص اللي احنا عملناه من الجوانب بتاعته كده، وهدخله بقى تحت الشوايه. طبعا انا لسه حاطه يعني المصفى محطوطه لسه في الحله بتاعه الميه، عشان لما ادخله تحت الشوايه. طبعا لو الشوايه بتاعتك ما شاء الله النار بتاعتها عاليه، هتدخليه كده تحطيه في صينيه وتدخليه في ساعتها ايه 5 دقايق هيحمر. لكن لو الشوايه بتاعتك بعافيه كده زي بتاعتي، فعلشان رول اللحمه ما ينشفش منك، فهسيبه في المصفى كده وتحتيه المية، وادخله تحت الشواية بحيث ان البخار اللي يطلع يطري لي الرول ما ينشفوش. شايفينه طري ازاي؟ هو اللون طبعا اللي بقولك الكاميرا هي اللي جايباه كده، بس هو كان لونه جميل بصراحة. هنعمل بقى تكاية حلوة كده، ودي طبعا اختياري. هنجيب حتة فحماية عشان يبقى طعمه مدخن كده وطعمه حلو، متسخنة طبعا على النار، وهنحط عليها نقطة من الزيت كده ونكمرها بقى علشان تاخد الطعم المدخن بتاع الفحماية. وكده رول اللحمة بتاعنا بقى جاهز. شايفين الرول؟ هتقطعيه زي الرول بتاع اللحمة الباردة بالظبط، بس احنا عملناه باللحمة المفرومة. وهيعمل معاكي كمية حلوة جدا، يعني هتكفي معاكي بسم الله ما شاء الله عيلة. ممكن تعمليه كمان في العزومات، تقدميه بقى مع مكرونة، تقدميه مع رز بسمتي، أنا عملته مع رز بسمتي، أو ممكن تعمليه مع رز بشعرية عادي، اللي انت حباه تقدميه معاه قدميه. شايفين الرول بتاع اللحمة بتاعنا؟ شايفين القطعة متماسكة ازاي؟ هوريها لكم عن قرب. وطعمها جميل جدا، صدقوني هتعجبكم. وبربع كيلو لحمة مفرومة بس هتقدري تعملي يعني كمية كبيرة، زي ما انت شايفة كده، وتحطيها كده وتقدميها، يعني ايه حاجة كده فاخر من الآخر، تبقى حاجة تشرفك فعلا على السفرة، سفرة رمضان، أو زي ما أنا قلتلك ممكن تعمليها فطار أول يوم العيد إن شاء الله، تبقى حاجة بسم الله ما شاء الله مشرفة جدا. شايفينها شكلها عاملة ازاي؟ تقطعيه بقى بسمك اكبر من كده، بسمك اقل من كده، براحتك خالص. انا زي ما انا قلتلك انا عملته مع رز بسمتي، وهتقدميه بالشكل ده هيبقى بصراحة حاجة تشرف على السفرة بتاعتك. جربوه وبإذن الله مش هتندموا. بس ان وصلتوا معانا لحد كده ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.